إحياء لليالي رمضان ضمن الطبعة السادسة للخيمة الرمضانية، سترت مديرية الشباب والرياضة بولاية إن صالح برنامجا ثقافيا ثريا لفائدة عائلات الولاية بغية الترفيه والترويح عن النفس. أحمد بن مسعود. خلق عظيم عز كسب مثاله، إن ابن عبد الله أعظم آية. هنا تمتزج طقوس رمضان مع تقاليد المنطقة الضاربة في التاريخ، وضمن البرنامج المسطر لإحياء ليالي رمضان هكذا هي أجواء الخيمة الرمضانية التي تعد مقصدا للعائلات والجمهور بعد يوم عمل وصيام شاق من أجل الترفيه والاستمتاع بمختلف العروض الفنية والفلكلورية وبعض المدائح الدينية. أكيد فهي متنافس للعائلات والأطفال، وإن شاء الله سوف تكون لها يعني طابع اجتماعي غريب المعلومات وكل لفائدة كل العائلات والأطفال أكيد طبعا. تستحق التشجيع والتنويه، وكما أتوجه بالشكر كذلك للأمن اللي راه متواجد في هذه المنطقة، وهذا الشيء الإيجابي. يأتي الناس ليسهرون ويتمتعون بالأجواء الرمضانية طول شهر رمضان. تنوع في نشاطات مختلفة وشهر مبارك، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. البرنامج المسطر من طرف مديرية الشباب والرياضة وبعض الهيئات والجمعيات الفاعلة يهدف أساسا إلى إبراز المواهب الشابة وتنشيط الحركة الثقافية التي تزخر بها عاصمة التركات. الخيمة الرمضانية التي كل أسبوع على مستوى بلدية عين صالح وعلى مستوى بلدية الولاية، حيث يتم استضافة مختلف بلديات الولاية لإبراز المواهب الشابة وإبراز كل الأنشطة المختلفة، وكذلك اللقاء مع الفاعلين ورواد النشاطات عبر مختلف أجواء الولاية. إذن يتواصل برنامج الخيمة الرمضانية في نسخته السادسة طيلة الشهر الفضيل عبر بلدية الولاية الثلاث.